واحد الموضوع ديالنا الصراحه اللي سبيسيال مقود هذا الفيديو هذا الا شديتيه معايا وحفظته خليه عندك اخويا غيفيدك بزاف في الحياه ديالك اخويا العزيز. اي مشكل عندك مع البنت يعني كترفض يعني كتقمع يعني شي بنت كتبغي تعاشر معاها كتقول لك اسمح لي اخويا ما كنتصاحبش، اسمح لي يا اخويا كاين شي بنت كتجاهلك، كيفاش ندخل شي بنت يعني نعطيك شوف النقاط المهمين في هذا الفيديو هذا. الدعم الوحيد اللي يمكن لك تقدمه لقناه مايسترو اسير ماتريكس هو لايك وسبسكرايب وواحد التعليق زويون. ديما اي شخص كيبغي يتعرف على شي بنت ولكن كيترفض، يعني دي حاجه عاديه. حتى انا كنت كنمشي نبغي نهضر مع بنات وكنترفض ولكن ما كنتش كنعرف علاش، ولكن مع الخبره والتجربه والوقت والمده عاد وليت كنفهم شحال من حاجه هي اللي كنبارطاجي معكم دابا على حسب الوقت اللي مدوز على اخويا العزيز. راه تقريبا 10 سنين اخويا العزيز غير في هذا الشيء ديال المجال ديال التعارف، وكنت كنبحث ولكن ماشي غير كنقرا كتوبه وهذه القرايه ديال الزنقه هي اللي ننصحك بها. ما تقرا كتوبه فهمتيني، ما تقراش هذيك اللعيبه ديال فن الاغواء، غير انت كتغوى كيعجبك الحال ولكن ملي كتجي تطبق هذاك الشيء ما كتلقاهش نهائيا. احسن مدرسه هي الزنقه وهي التعاشر مع المكاريب كما كنقولوا. فهمتي يا خويا العزيز؟ دابا واحد الولد بغى يتعرف على واحد البنت يعني كتعجبه، ولكن كما كنعرفوا البنت الا عرفاتك كاين يا اما تشد معاك الطريق يا اما تمشي وتخليك. عرفاتك راجل ومسكين عاد تعاشر معاك وعاد تكمل معاك، عرفاتك ما في يدكش البنت راه ما عاد تكملش معاك نهائيا. اول حاجه خاصك دابا تكون عندك الشخصيه، خاصها تكون عندك الكاريزما، خاصها تكون عندك الهيبه. شناهي هي مثلا شي شخص ملي كتكون معجب به وغادي في الشارع مثلا وشتيها يعني ما كتبقاش كتقول لصاحبك وكتجي عندي كتقولها ليا، مادام انت دخلتي الفيديو خديتي المعلومه صافي كتمشي، غير انت كتمشي واخا تحرج، غير انت هذيك اللي مشيتي ولا راه تقتي في نفسك ومشيتي هضرتي. فهمتيني؟ يعني بعض المرات كتبغي تمشي تهضر وكيشدك شويه التردد، لا خلي بلاتي خلي بلاتي خلي هذه خلي هذه، يعني انت بديتي كتعطي الاعذار راسك كتبقى واقف في بلاصتك اخويا العزيز. يعني النقاط اللي بغيت نهضر لك عليها كما شفتوا معايا دابا خويا البلان وما فيه هو انا كنبغي واحد الدريه محجبه دايره الحجاب شرعي يديها ما كيبانوش. انا بغيتها خويا صحاباتك يقولوا لي سير عندها راه هي باغا تدوي معاك. ملي وقفت عليها صراحه ما قلت ليها والو، يعني الدريه كتكون كتبين ليك ومعجبه بيك ولا فريد كما نقولوا لي زامي في الخدمه في هذه، يعني انت مع الستريس وما عندكش تجارب كطيح في هذا الموقف هذا، يعني كتبقى واقف ما كتعرف ما تقول ديك البنت. والبنت في الصغر ما كتبغيش شي واحد صاحبي اللي ما في يدوش، البنت راه ما كتبغيش شي واحد اللي بارد، راه البنت واخا تكون تموت عليك وتكون كتحماق عليك ولكن ملي تتعرف عليك وتلقى شخصيتك زيرو ما عندها ما دير بك، شحال غتبقى صابره معاك؟ يوم، ان سومان، دو سومان، 5 سومان، راه ما عندها ما دير بك. علاش كنقول لك انا غير خرج هضره، غير انت عندك فمك باش كتهضر بالونجلي فرونسي بالشينوا حتى غير بالدارجه فهمتيني، غير السلام صافي كي دايره بخير كلشي حتى غير دوي فهمتيني، انت غير دوي عاد تخلص عليها. يعني كما شتي معايا ملي كيوقف عليها ما كيلقى ما كيقول، ولكن ملي كتجي البريفي كتقول ليه ما تبقاش توقف معايا. قلت ليها بغيت نقول لك شي هضره، قلت زعما قالت لي ما عندي ما ندير بها، قلت لي انا ما كنتصاحبش هادشي اللي كتقول لي ولكن من التعامل ديالها كنحس بها باغاني وانا ما عرفتش كيفاش نتعامل معاها. شي البنت انا وصلت لك الموضوع وبالنسبه بزاف هما ديال المواضيع، يعني باش نزيد نهضر معاك في هذه النقطه هذه. شتي البنت كتجي للبريفي كتلقى داك الشيء ساهل، بغيت نقول لك هذيك الهضره يعني كتكون مدرك بالسوشيال ميديا، يعني مدرك كتكتب ومدرك لاش الصاد راه الحولي مخبي وسط القطيع والسبع اخويا راه كيدور في الغابه بوحدو الصاد. شي انت مادام بقيتي في هذا الموقف هذا راه عمرك عاد تعرف على شي بنت، راه بنادم كما كنعرفوا ندوز معاك للكبار، راه بنادم متزوج ومرتو فهمتيني مديره ليه بحال هكا، يعني كتبول البول وهو كيشرب ليها البول ديالها هو فاهم تسطى. يعني واحد يعني ملي كيبغي يمارس مع المدام ديالو داك الشيء الشرعي فهمتيني، يعني راه ملي كتزوج بها راه في العقد ديال كاين النكاح، يعني كتقول لي خلصني ولا تخيل معايا انت مزوج بها وكتقول لك خلصني. واحد الانواع تقدر طيح فيهم مع الوقت، يعني انت خاصك تعرف مع من، يعني كتقول لي 30 درهم 40 درهم الباس، يعني انت علاش مزوج عيش كاليفيرتي فهمتيني. يعني بنادم كيقول لك كنخاف يوقع لي مشكل نفرتك الشمل ديالي، حتى من الشمل عاد فرتك واخا تكون واد مع الاولاد فهمتيني، ترى الحبس بحالو بحال العرس. شي الا كنتي كتخاف مشيتي فيها راه قال لك العدو الوحيد هو الخوف،
يعني بنادم كيشرب البول ديالها يمص لها رجليه يمص لها صباع شنو فيني الرجوله فيني الالفا فيني الباد بوي يعني راه هذا الريد بيل بغيتي تولي حاولي راه تولي تشرب البول ديالها تولي بحال النتوي غير مكحكح مع البنات كون سيغما في عقليتك وعرف مع من تهضر راه ما تجيش هي شي مسخه ولا شي مقرده ولا شي هركسه ولا شي هايطوكيه ولا شي عروبيه هي تجي تلعب عليك ال10000 راه كاع فقراء ولكن خاصك تعرف داك الفقر اللي كاين هنا كاين عندهم الجهل فهمتيني خاصك كما دازت عليها خاصها دوز عليك نتايا ولكن عرف راسك مع من تهضر عرف راسك مع من تتكلم ما تبقاش انسان ساكت سيلونسيو داير بحال ما هكذا عاد تخدم راه شكون اللي كيدخل للحبس في هذا الوقت راه غير الدمدومه الصاد ولكن اللي مريقل راه مازال كيدور اخويا في السيفيل ديما رد البال الساط وما تبقاش ديما غادي مع هذا الشخص هذا كيفاش نتعامل معاه كيفاش نهضر معاه كيفاش شتي البنت الا لقاتك كعكع والبنت عمار كتجي كود انا شحال من بنات كنهضر معاهم 35 36 قالت لي انا ملي كنتعرف على الولد يعني في عمره حتى هو 31 قالت لي انا راه ما كنجيش ديريكت يعني كتقول لي سميتي ما كنعطيهاش ليه البلاصه اللي كنسكن ما كنعطيهاش ليه اللاج ديالي ما كنعطيهاش ليه يعني كتقول لي على الاقل خاصني تنعاشر واحد المده ديال شهر شهرين تنشوفوا كيفاش كيتعامل معايا الشخص واش باغي غير مصلحته واش باغي غير حاجته يعني مادام ملي كيضرب مع واحد يومين شويه كيقول لها مثلا هاد البنت هادي ناعسه يعني اش كيقول لها يلاه هضر معاه هو فهمتيني ملي كيبان لك انسان كبير في لاج ديالو 30 35 وتا هي ما بين 30 35 انسان خاصو يكون شارب عقله كون تسكيك ولا شنو ما نجيش نتكا حداك وهادشي يلاه البدايه ما تمكنش لك تهضر في هادشي راه اي بنت عزيز عليها راه اي انسان عزيز عليه ولكن ماشي في البدايه الصاد راه دابا دخلتي لاي شركه راه مازال انت ما معروفش صاحبي مازال ما معروفش ما صاحبي يعني فهمتيني يعني ملي كيبدا كيتلحمس عليها وكيقول لها صراحه شحال من وحده كيقول لها ما كرهتش تلوحي لي رجليك نشوفهم كتلوح لي يعني بنادم ملي كيجي هو هاد الانسان هذا كيبدا يقول لها باسي لي وهذه كتقول لي انت شوف دابا كيفاش كيتعامل معايا يعني باش تفهم اخويا العزيز عمرك فهمتيني بزاف ديال الانواع هذا عنوان اللي كنحطوا لك دابا غير غنهضر فيه يعني علاش البنت ملي كتجي تهضر معاها في الجنس ما كتبغيش تهضر معاك في الجنس كاين واحد النوع اخويا عزيز عليها تعيشو شحال ما تهضرش معها قالت لي انا ما عزيزش عليا نهضر في هذاك الشيء وكان بعض المرات عزيز عليا نعيش داك الشيء يعني ماشي كتسمع عاد تعيشو يعني خاصك تكون بروفيسيونال يعني باش طول مع ديك البنت تهضر مع واحد المده شهر شهرين ثلاثه تولي واحد العلاقه بيناتكم ديك الساعات كتقدر تكون شي حاجه يعني ماشي انت عاجي تهضر مع البنت فهمتي عاجي تدخل معها في الجنس شي حاجه ما تبغيش تهضر معاك كاين هذوك الانواع البنات الجنسيات دير معاك ابيل تعيش معاك الحياه داك الشيء شوف سكس اونلاين داك الشيء ما كاينش مشكل كاين واحد النوع اخويا كتجيك حشومه وعيب وداك الشيء راه حشومه وعيب اخويا العزيز باش نجيك مال الاخر ولكن خاصك حتى تكون مريق وتعرف راسك مع من كتهضر ماشي اي وحده اخويا كتجي تتكلم معاها باش كطيح في هذا الموقف هذا وشي بنت كتكون معجب بها وبغيتي تهضر معاها ديما ما تبقاش واقف اخويا عزيز بقيتي واقف راه يجيو يديوها لك وشحال من واحد كيقول لي انا بنت كتعجبني كنقول لي ها انت غير سير عندها انت غير وصل عندها قول لها شي ستيلو لا اخويا قديمه وراه انت اللي قديم انت ما في يدكش يعني انت ما في يدكش يعني قالت لي انا الولد يكون معجب بيا وانا غير يقول لي غير شي ورقه شي ستيلو بغيت نسولك على شي حاجه قالت لي راه انا غنقدر يعني قالت لي انا غنعاونو باش يهضر معايا قالت لي ولكن شي واحد لما كانش كيعجبني راه يجي يهضر معايا بهذه الطريقه دير ما نهضرش معاه يعني البنت ملي كتكون معجبه بك هضرتي خايب عتبغيك كيما شوف كيما كنتي خايف في لبسك خايف في وجهك البنت الا بغاتك راه بغاتك الصاط ولكن انت مكعكع وراجع الله بلاصتك راه ما كايناش معاهم هما راه اي بنت كتبغي شي واحد كاريزماتيك كتبغي شي واحد يكون عنده شخصيه شي واحد كيفرض الوجود ديالو الصاط ما تبقاش ديما كتفشح واحد البنت تبقى دير هكا علاش هكا انت مادام من غير قناتي كاع قناه مصر اسير كيعطى الله القنوات يعني واخا تبقى الدور اخويا العالم كامل فهمتي انا كنجيك من الاخر فهمتيني انا ما كنخوركش وما كنبيعكش العجل كنعطيك شي حوايج ديال التعارف يعني ما يمكنش تمشي تبسل على واحد البنت ما شافتك ما شفتيهاش شي انسان ما كتحس به معجب بك وهضر سير تكلم مع هذا الشخص هذا كيفاش كنتكلموا معاه يعني حسيتي بها معجب بك كنوصل عندها السلام صافي كي دايره بخير كلشي مزيان لاباس عليك يعني البنت كاين واحد الانواع اللي كتكون معجبه بك كتقدر هي تهبط راسها عاد راسها ما شافتكش عاد راسها حشمانه انت راك عارفين البنات فهمتيني ولكن خاصك تبقى واقف معاها خاص راسك يكون عامر راه كندير استشاره هي النمره كندير فيها استشاره خاصك شي كوتشين كنهضر معاك بريفي اونلاين في واتساب ابيل ساعه ونص كنتلاقى انا وياك مابقاش عندك مشكل كنلوح المعلومات غير الناس اللي خاصها مدفيعه غير كنلوح لك انت كديماري مادام سمعتي هذه المعلومه وغدا كتشوفو ما تقدرش تمشي تهضر معاها فهمتيني انت راه كما كنقولوا انت ماشي صاحب قرار فهمتيني راه باش تكون صاحب قرار خاصك تكون ملتزم على القرار ديالك ماشي كتقول لي غدا غنفيق مع 7
ويلا كتشوف التليفون كيصوني، لا خلي بلاتي نعاود نعست كتلقاها تسعود. انت ماشي صاحب قراج، خاصك ديما تكون ملتزم الصاد مع صحابك، مديرين مع السبعه صافي السبعه. يعني كاين اللي كدير مع السبعه وما كيجيك حتى السبعه ونص حتى 8، هذا طيب اتساع. فهمتيني؟ هذا الانسان بحالو بحال الدريه، يعني بحال مدير مع دريه نتايا عاد تعطل. كما الراجل اخويا، الراجل هو الكلمه. مادام انت كتقول انا راجل وما كطيح مع البنت وكتبقى دير هكا، شنو هي هذيك زعما؟ شنو هي؟ ما في يدكش باش نجيك من الاخير. انا حتى حنا متزادين ما كنعرفوا حتى شي حاجه، ولكن كنبارطاجيو مواضيع بيناتنا كتعلم. مادام دخلتي مرحبا الف مرحبا، يعني ما تبقاش ديما انت ساكت. فهمتيني؟ يقول لها السلام صافا كيدير، واخا غير بزز، واخا تخربق لك الهضره ماشي مشكله، ماشي انت داوي مع صاحبك عاد تهضر معاه يضحك عليك. هذيك راه بنت الساطره تقدر تعاونك هي على شحال من حاجه. عاد تقدر قالت لي انا الولد الا ما كانش كيعرف قالت لي انا نعاونو، ولكن انت الا بقيتي ساكت الصاد راه حتى شي حاجه ما توصل ليها. نصيحه لك اخويا، الثقه في النفس راه عندها دور مهم اخويا. باش تكون عندك كاريزما وشخصيه وهيبه خاصك ضروري تخسر بزاف ديال الحوايج اخويا. بعض ما تقدر تضارب، بعض المرات تقدر تخسر دريات، بعض المرات شحال من دريه خسرت انا، شحال من ضارب، شحال من مرات، شحال من مرات. ماشي غير جيت انا وقفت وبديت كنهضر معاك في هذا الفيديو، ماشي انا مشيت تعرفت على بنت ولا غير سامع وقاري كنجي نعاود لك. فهمتيني؟ يعني ما بغيتش نتعمق معاك في هذه المواضيع تقول هذا فيه الايغو ولا شي حاجه فيها الايغو لا والو. يعني كما كيقول لك انا راه عارف، لكن انت عارف صايب واحد لاشين في يوتيوب وقدم فيها المحتوى اللي كنعرفوا راجل بيان سيغ. فهمتيني؟ اللي عنده ما يقول. اما شي واحد كيقول لك انا عارف، انت راه ما عارف حتى شي حاجه اخويا. راه قال لك الكلب اللي كينبح راه ما كيعضش. فهمتيني؟ نصيحه لك اخويا العزيز، اي حاجه بغيتي ديرها ديما ما تبقاش كتعطي الاعذار راسك، كتقول انا ما كنعرفش، انا خايب، انا ما زوينش. واش انت فيك الوسخ الصاد؟ راه غير انت هنايا هنا علاش بعض الناس كتكون ناعس كتحس بحال شي واحد عيشدك. فهمتيني؟ يعني بعض المرات كتحس براسك يعني غير الخوف. يعني ديما رد البال مع العقل الباطني يا الصاد، ديما خدم عقلك الصاد، شوف هذا الشخص شنو كيدير على قبلك، شنو هذا الشخص كيدير على قبلك. انا كنهضر مع شحال من بنت ما كنصونيش ليها. انا هضرك على راسي، ما والله لا صونيت لها. ديجا كنت كنصوني عليها وكنت كنعيط عليها وبنيت مع واحد العلاقه، ماشي ما بنيت مع الاحترام وعادي. ولكن ملي كنجي ندوز واحد المده ديال شهر كندير مع ابيل كنقول بغيتي نسولك، وعاد مرات كنسولوا عليك كنعيطوا عليك هادي زعما انت عمرك حسيت بك صونيتي؟ وقالت لك لا، قالت لك حنا البنات عزيز اللي حزرنا. قلت لها والو زعما تقدري شي نهار والو؟ فهمتي؟ قالت لي لا. قلت لها قالت لي دابا لما حزرتك ولا ما عيطت لك هي يعني كتشوف البنت هذا الموضوع راه ما يمكنش لك انت ديما كتعيط ديما كتسول. ضروري خاص نشوف هذا الشخص اخويا شنو كيدير على قبلي. راه ما تجيش انت تقولي لي ولا انت تقول لي اشتريت لك انا مثلا واحد المكانه، يعني مع الوقت تاخذي لي واحد التليفون، خديت لك انا تليفون تقدري تتي مع الوقت تاخذي لي شي حاجه. راه ماشي يا اخويا انا ديما نشري وهادي تما لا خلقنا الله نحقق لكم الاحلام ديالكم، لا نحقق لكم الاحلام ديالكم ولا الاهداف ديالكم. راه حاجه وحده اللي ما نقدروش نعيشوا بلا بها وقيده عندك في ورقه. راه الماء والاكسجين والخبز صاحبي، الماء والاكسجين والخبز صاحبي. الاكسجين كتنفسه، فهمتيني؟ الا ما كنتيش الخبز الصاد او الماء راه توحد مع. يعني كما كنقول لك اخويا العزيز، كل شيء كيتعود الى الصحه والوالدين. ما تبقاش صاحبي كتخسر رزقك. واحد كيقول لي اخويا ماتريكس وانت راه طحت على واحد الميمه وهضرت معاها وخديت ليها كادو وعطيني دخله. يلا انا كنهضر معاك بحال صاحبك دابا. كيجي كيقول لي اخويا ماتريكس لاباس عليك هادي، انا خدام في بلاصه لافاج ديال السيارات، صراحه تعرفت على واحد الميمه وخديت نمرتها وخديت ليها كادو وكنهضر معاها وعطيني دخله. يلا تخيل انت واش صاحبي تجي دوز على المهمات؟ انت راه داخل كتهضر معاه هو كيقول لك عطيني دخله. يعني باش كتفهم بنادم باقي امي. فهمتي البلان؟ ولكن ملي كتقول ليه المواضيع كنحطهم فلاشين في يوتيوب كندير غير استشاره كيقول لك لا. يعني المهم كيمشي كيعطيها الفلوس وكياخذ ليها كادوات وجي عندي انا نعطيك معلومه. انا راه ندير الكوتشينغ على قلت انا راه حاط فيها 2 مليون ونص غير في الثقه في النفس، الخوف، التردد، كيفاش نولي كنهضر، كيفاش نولي كنخرج هادشي، كيفاش نولي كنواجه بنادم، كيفاش كنت اوكاجا، كيفاش نوصل لكم معلومات. راه فلسفه معظم الشركات في اوروب ماشي في المغرب هنايا كيقول لك ارتقي بنفسك لمساعده الاخرين. اي حاجه كنبارطاجي معك اخويا العزيز وخدم عقلك وشوف هادشي واش كاين عندك انت ولا ما كاينش. انت كدير المستحيل على قبال واحد الشخص ولكن هو والو. ولكن كيفاش تجروا ليا؟ خاصك توقف، خاصك تطن في الغياب، ما تبقاش نهائيا. عاد تقدر دوز واحد السيمانه عاد تصيفط لك كوكو ولا هاد الشخص عاد يصيفط لك كوكو ما تجاوبوش. فهمتيني؟ خاصك ديما تخسر. انا عزيز عليا نخسر، نخسر اكثر من الربح. انا عزيز عليا الخساره، انا ما عنديش مشكل. الزنقه تعلمنا فيها بزاف ديال الحوايج. راه باش تجي تقول لي انا خويا نعطيك كتاب ولا هذا الكتاب عاد تعلم فيه
الكتوبه عمرك عاد تعلم فيهم. تقدر تقرا هذا الكتاب عاد تثقف واحد شويه، ولكن باش تقول عاد تطبقوا مع البنات ولا عاد تطبقوا مع المجتمع صعيبه شويه. انا كنت كندير استشاره الاب الغني الاب الفقير ديال الثقافه، انا كنقرا الكتاب غير كيعجبني، ولكن ملي كيجي الاستاذ كيريح قدامي كيقول لي شنو فهمتي ما كنلقى ما نقول ليه. يعني خاصو كيبقى هو مريح معايا ساعه ديال المكانه كيشرح لي وكيقول لي عاود شنو فهمتي عاود شنو فهمتي عاود شنو فهمتي عاود شنو فهمتي، شنو هذه كتعني شنو هذه كتعني شنو هذه كتعني شنو يعني ما تجيش انت تقرا كتاب وعاد تعلم بالزربه. عرف هذا غير عاد يضحك عليك ولا غير عاد يدير لك فلوسك ولا عاد يدير رزقك. فهمتي هذاك الشيء كنعطيو حنا اونلاين في يوتيوب. خاصك استشاره كنتلاقى معاك في اللوجيك، كنجلس انا وياك كنتمشى انا وياك. بغيتي ابيل اخويا العزيز كنهضر معاك اوديوات. عندك شي مشكل مع شي بنت او لا شي بنت عندها شي مشكل مع شي شخص كندخل معاك الكونفرساسيون. ما عنديش مع ديك اللعيبه كنهز اوديوات نبارطاجي مع الناس او هذه، ما عنديش مع داك الشيء. علاش ما جاوبتنيش كنكمل معاك حتى شنو تقول ليها، ها انت كيفاش غادي معاها، ها انت فهمتيني كندخل معاك في الكونفرساسيون. يعني خاصك استشاره. مرحبا الف مرحبا اخويا العزيز. هذا هو الموضوع اللي بغيت نوصل لك في هذا الفيديو هذا. ديما امر براسك عطي قيمه راسك، ما تبقاش ديما راجع للور اخويا. حنا راه مخلوقين نزيدوا لقدام، ما مخلوقينش نرجعوا للور. هادشي بغيت نوصل في هذا الفيديو هذا.